بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معانا النهاردة وصفة جميلة وتحفة جدا، وفي 10 دقايق هتجهزيها. وصفة ايه هي؟ وصفة الكباب التركي، من ألذ الوصفات وأسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها. هجهز معايا ربع كيلو برغل. لو انت جايباه سايب من عند العطار هتنقيه كويس جدا وتغسليه كذا مرة لحد ما ميته تبقى بيضة خالص، وبعد كده هتنقعيه ساعة في المية. هجيب عندي بصل بطاطسيتين صغيرين، هبشرهم بالمبشرة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. لو عايزة تديهم 10 دقايق البطاطس دي تغلي 10 دقايق في المية تمام، مش عايزاها نية مفيش مشكلة، بس تبقي تصفيها من المية. هنا برضو معايا بصلتين وسط، ومعايا كمان قرنين فلفل اخضر وقرن فلفل حار، وفصين توم. انا عندي الخلطة دي عاملاها كده جاهزة، عينها عندي في الفريزر للاستخدامات اللي زي دي. لما بيكونش مثلا عندي فلفل فريش في التلاجة بستخدم منها. يعني شايفين انا عاملاها وصفة تحفة وسهلة ومش بتاخد منك وقت، ولسه مطلعاها حالا في الفريزر وطلعت بكل سهولة. معايا هنا بقى 3 معالق دي بهارات او توابل مشويات، هحطها واستخدمها. لو انا او ممكن تحطي اي توابل عندك في البيت. وعندي معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة فلفل، هحط معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا. وهاخد طبعا هملحها واظبط لها الملح. انا حطيت حوالي معلقة ونص، وعندي نص كيلو لحمة مفرومة. هنزل بكل الخليط ده على في الكبة وهنعمه جامد. هنزل بالحاجات دي كلها وهنزل كمان باللحمة المفرومة، وهضرب الخليط ده كله في الكبة وانعمه جامد جدا لحد ما يبقى عندي قوامه متماسك، واللحمة تكون طلعت النسيج بتاعها كده زي ما انتوا شايفين بالظبط في الفيديو. وكمان تحطي على الخليط ده 3 معالق كبار نشا. بعد كده هجيب الخليط ده وهنزله كله على البطاطس مش هحطها مع الكبة ولا هفرمها مع الكبة. ممكن تبشري البطاطس بنفس اللي انا يعني الحجم اللي انا بشره ده، وممكن تبشريها ناعم وانعم من كده على الناحية الناعمة خالص. تمام. هنزل الخليط كله كده وهبدأ احط له كمان معلقتين كبار كزبرة وبقدونس. انا ما كانش عندي فريش، حطيت من الفريزر عادي، ما فرقتش كتير في الطعم. هنزل بقى على الميكس ده كله اخلطه بالمعلقة كده، وبعد كده هخلطه بايدي عشان اتأكد ان هو اختلط تماما. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان كل لما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. عندي هنا هجيب في طبق معلقتين كبار زيت ومعلقة صلصة، هحط له ملح وفلفل وكمون وقرفة ونص معلقة صغيرة توم بودر من اللي احنا عاملينه في البيت. وهقلب كل الميكس ده كله مع بعض، وكمان هحط معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، وهزودها كده حوالي معلقتين كبار مية. وهاخد الخليط ده كله وهجيب الصينية اللي انا هحطها فيها، هدهنها نصها هحطه في الصينية ادهنه بيها، والنص التاني هدهن بيه وش الكباب زي ما حضراتكم شايفين بالظبط في الفيديو. يا رب تكون الوصفة سهلة عليكم وتكون واضحة لكم وشرحي يكون واضح. هجيب بقى الخليط ده كله وهفرده في الصينية، وهحاول اخليه كله سوى واحد وارتفاع واحد. هو هيبقى سهل لما تعمليه بالاسباتولا. انا ما عملتوش بايدي ولا حاجه، انا فردته بالاسباتولا ونعمته خالص كده. وبعد كده جبت الخليط الباقي هدهن بيه وش الكباب. هجيب بقى سكينه وهحدد كده بالشكل ده علشان خاطر تطلع معايا اكنها صوابع طويله كده. وصفه سهله وجميله وربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. جربيها وصدقيني مش هتندمي. هنا بعد كده ببدأ بقى بالسباتولا كده احددها علشان خاطر اكنها يعني ايه معمولة على الجريل. خلاص كده جاهزة معايا. انا في الوقت ده كنت شغلت الفرن من تحت وسبته يسخن خالص. هاخد الصينية كده، شايفين يا بنات بنص كيلو لحمة عملت الصينية دي كلها. احنا 6 افراد والله كفتنا وفاض مننا، كل واحد فاض نص المناب اللي هو اخده اكله. يعني فطرنا بيه تاني يوم الصبح، اللي ساب حاجة حطها في سندوتش وفطر بيها الصبح، وولادي اللي فاض منهم اخدوه معاهم في لانش بوكس في المدرسة. هنا الفرن سخن، هحطها في الرف اللي في النص
وهسيب الحرارة عالية لمدة ربع ساعة. بعد ما يعدي ربع ساعة ههدي النار شوية وهسيبها ربع ساعة كمان. برضو انتي ادرى بالفرن بتاعك، اذا كان بارد او اذا كان عالي. انت هتقدري تظبطي السوا بتاعها. هي بتستوي زيها زي اي نوع كفتة عادي بتحطي في الفرن. هجيب بقى بصلتين كده صغيرين هقطعهم جوليان رفيع، وهجيب كمان خيارايه وبصلايه. الاول بعد ما اقطع البصل هعصر عليه كده ليمونه كبيره وهحط له معلقه ملح بحيث ان البصل يدبل ويطلع الطعم الحار اللي بيبقى فيه على ما اقطع الخيار. وبرده حطيت له شويه شطه كده بودره، برضو بتدي طعم حلو. انا عاملاها ليه؟ عاملاها علشان خاطر احنا هناكلها بعيش، بحيث افرد شوية من البصل والخيار دول على العيش، وبعد كده احط الكباب. هقطع برضو الخيار حلقات كده، نص حلقة كده زي ما انتوا شايفين. ووصفة سهلة وتحفة جدا. لو عندك بقى جرجير او عندك بقدونس او كزبرة برضو ممكن تقطع عليها، بس تكون فريش مش من الفريزر. هنا هقلبها بقى كويس وهركنها على جنب كده لحد ما نطلع الكباب. هنا ما شاء الله اللهم بارك، الكباب طلع وبقى زي الفل. كان لسه طالع من الفرن وسخن مولع نار. طبعا هي اللحمة معروف ان هي بتكش شوية فده عادي. بعد كده بجيب السكينه واحدد تاني، اعيد تاني على اللي انا كنت محدداه علشان خاطر تطلع معايا بسهوله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ولا اجدعها حياتي. ممكن في المرحله دي تجيبي فحمايه وتولعيها، وبعد كده تحطيها في طبق وتحطي عليها شويه زيت وتغطي الصينيه كلها. صدقيني اكنك عاملاها على الفحم. طعمها تحفه وحكايه، ولما تبرد كمان بيبقى طعمها احلى واحلى. يعني لما اكلناها تاني يوم الصبح كانت تحفه. وعملت بقى شوية طحينة، وخلاص كده اكلتنا تمام. كان عندي رز بشعرية حطيت برضو طبق جنبها، والله يعني ما اتاكلش، كله اكل بالعيش. فردت الصلصة كده وبعد كده حطيت الكباب وحطينا الطحينة. ممكن تعملي جنبها تومية برضو هتبقى حلوة. وبألف هنا. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعار بكل فيديو انا بنزله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. وصفة سهلة وسريعة، مش هتاخد منك حاجة، كله مع بعضه هيتضرب في الكبة. يعني انت مش بتصوري كمان هتلاقي الدنيا اسهل من كده كمان. وحمرت طبق بطاطس كبير وخلاص كده. وبألف هنا وشفا. وشكرا جدا على مشاهدة الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي وفيديو جديد قوي بإذن الله. مع ألف سلامة.